القلب الذي ضبغته الذنوب لا يفرق بين حق وباطل، لا يكون ذواقا، هو أشبه ما يكون بالجلد الميت الذي فقد الإحساس. وهنالك قلوب ميتة والعياذ بالله. الذنوب تقتل الذوق في القلب وتقضي على الإحساس. وقرأوا إن شئتم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح: تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه أو نكتت فيه نكتة سوداء. يعني الحديث العجيب اللطيف في هذه البلاغة النبوية الشريفة العالية: تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير. لماذا قال عرض الحصير؟ وما الحصير؟ تعلمون الحصير الذي نصنعه بسعف النخل أو بسعف الدوم أو ما شابه ذلك من أو بالصناعات المعاصرة بلاستيك الآن. فالحصير تكوينه عبارة عن غزلين وظفرين. كي تظفر الوظيفة اللي كيديروا في البادية، الوظيفة ديال الحصيرة أو الغزل أو سميه ما شئت. فإذا هو ضربون من الغزل وضربون من نسيج من السعف، هذا الحصير. فلما قال تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير أي أن الخطايا تشربها القلوب بشكل ينسج أو تنسج عليها. يعني الخطايا كتنسج، وهي تنسج أو تنسج على القلب. لما؟ لأن الشيء المتفرق ضعيف والشيء المنسوج متحد قوي. يعني إلا قبضت واحد الحصيرة وفكيتها زعفة تخلط كل زعفة بوحدها تقطعها بسيطة، لكن تعطى لك واحد الوظيفة ديال الحصيرة ولا طرف ديال الحصيرة تقطعه لن تستطيع. ما السبب؟ أنه منسوج مغزول، والغزل يعطي قوة للشيء. فرق بين الشيء مفرقا وبين الشيء مجموعا، ولكن ماشي مجموع بشكل عشوائي، لا، مجموع بشكل منسوج. فخطورة الذنوب نسأل الله العافية الذي لا يتوب منها، لأن الذنب بمجرد ما يقع من القلب إن تبت واستغفرت محيا، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إلى آخر الحديث. فإذا أنت لم تتب من الذنب ودخلت فيه اليوم وترتب عليه بعد ذلك ذنب آخر بعدها اليوم أو غدا، الذنب ينسج على مثله، ماشي غير كيطيح فوق وكان بشكل عشوائي، لا، ينسج على مثله وينسج على الآخر حتى يغلف القلب بنسيج من الذنوب. ولذلك قال في آخر الحديث: حتى يصبح، يعني القلب، مجخيا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني بحال الإبريق، الكوز هو الإبريق الذي تطبخ فيه الحليب أو ما شئت من الأشربة، ثم إذا قضيت وطرك لا تغسله، كيبقى الأثر ديال هذاك الشيء اللي طيبت، فتعود طيب عليه مرة أخرى، تطبخ فيه مرة أخرى، سيترتب عن ذلك وسخ جديد. لكن هذا الوسخ الجديد كيتركب على القديم فيصير الطبقة الكلسية الواحدة، وهكذا الذي بعده حتى يصبح هذاك يعني الكوز عنده غلاف من الداخل، فرق يفصل بينه وبين معدنه ومادته. فكذلك القلب تصبح الذنوب تصبح مثل هذه الطبقة الكلسية من الأوساخ، تفصل بين مشاعرك وما تفعل من الأفعال وبين مادة أو جدار الإحساس من القلب الروحاني القرآني. يعني جدار الإحساس منه مغلف مختوم مطبوع. فلذلك قال: فلا يعرف معروفا، هكذا في الحديث، ولا ينكر منكرا. يعني لما يشوف معروف أو يمارس معروف أو يشوف منكر أو يمارس منكر لا يدري أنه داخل في المنكر، لأنه لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل. وإنما القلب الذي يميز الحق من الباطل هو القلب الذي لم يفقد الإحساس، لم تنسج عليه الذنوب، لم تغلفه هذه المادة الواسخة التي هي الران. ولذلك قال: اقرأوا إن شئتم كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والعياذ بالله. فإذا ما السبيل إلى التخلص من هذا الران؟ ما السبيل إلى التخلص من هذا الكلس، من هذه الذنوب التي نسجت وأشربها القلب؟ فأيما قلب أشربها، التعبير دقيق جدا كما في كتاب الله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ما معنى أشربوا أي أن الكفر اصطبغ بالقلب، كما يشرب الثوب اللون. كتمشي يعني الصباغة التي تقوم أو الآلة التي تقوم بصباغة أو المعامل التي تقوم بصباغة الثوب، كتلقى واحد الثوب مصبوغ بحيث أنك تصبنه ما كيطلقش. يعني لما تصبنه ما يطلقش يعني أن اللون صار جزءا من ماهية الثوب، رغم أن إنما هو عرض وإنما هو لون، ولكن لدرجة أنه دخل في مسام الثوب وتخلل خلاياه
صار جزءا منه، لا يعرف ذلك الثوب إلا بذلك اللون، ولا يعرف ذلك اللون إلا بذلك الثوب. فأشرب القلب الكفر، أي صار الكفر جزءا من ذلك الإنسان لا يستطيع التخلص منه والعياذ بالله. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، أي عبادة الأوثان. هكذا قال في الحديث: فأيما قلب أشربها، أي أن الخطيئة دخلت فذوقها وتشربها ودخلت للداخل فنسجت على قلبه إلى خطيئة أخرى وإلى خطيئة أخرى. فهذا إذن يحتاج إلى مجهود كبير للتخلص منه. واحد اللون أصيل في الثوب ما يكفيش باش تغسله يعني بأدوات الغسيل القوية حتى تزيل منه الثوب، حتى تزيل منه هذا اللون. فكتحتاج إذن إلى مواد كيماوية قوية جدا، يعني يحتاج إلى مادة مركزة جدا للتخلص من هذا اللون الداخلي أو الأصيلي ما شئت. فكذلك هذه الذنوب وأمثالها التي أشربتها القلوب والتي نسجت على القلوب لا يمكن التخلص منها هكذا بسهولة. وإحنا عارفين نفوسنا شحال من واحد فينا وإحنا جميعا كتكون عندنا عادات سيئة فينا عادات سيئة نريد أن نتخلص منها، ماشي ما عندناش نية، باغيين. كنتمنى لو أني قطعت التدخين لا أدخن، لا أتمنى ذلك لكن لا أستطيع. أتمنى لو أنني انقطعت عن الزنا لكن لا أستطيع. أتمنى لو أنني انقطعت عن الخمر وأنا أعرف مثل هذه الحالات، يبكي من أنه يمارس هذه الخطيئة لكن لا يستطيع. إذن ما الحل؟ الحل موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله: أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وخرج من رمضان مغفورا له، كما تعلمون في الحديث: تعس عبد، وفي رواية رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. إذن المغفرة متاحة في رمضان لكل الناس إلا من أبى، ولكن لابد من بذل جهد، لابد من الدخول في عزائم رمضان. ما هو إلا شهر ثم 10 أيام، هو شهر و10 أيام مركزة التي هي العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر هي الوظيفة ديالها هي تنقية القلوب من كل العلائق الباقية. حينما تنقطع الليل والنهار راه شيء يعني تصور فعلا الإنسان في معتكف لا يخرج، هنالك يأكل هناك يشرب، لا يخرج إلا لحاجته الضرورية، والباقي كله مع الله. شيء عجيب جدا، تتنزل عليه البركات، ينفتح قلبه للنور، يتدفق على قلبه النور فيتخلص من هذا الكرس، هذاك الذنوب اللي ما كتبغيش تزول، هذاك النسيج، هذاك الران يتكسر. الأقفال أم على قلوبنا أقفالها، الأقفال تتحطم بإذن الله، لأن اليوم غض ذكر الله عز وجل بإخلاص وبتركيز يحطم هذا. فإذا بالقلب يجد حريته، وإذا بجدران الروح، إن صح هذا التعبير، أي جدران القلب الروحاني تنكشف إلى كتاب الله وإلى ذكر الله، تلامس النور مباشرة وتتحطم هذه الذنوب، فيذوق حلاوة الإيمان بشكل جديد وبشكل عظيم. فكأن الإنسان كان قد فقد حاسة الشم، على الإنسان مزكوم، يكون الإنسان ضرب الرواح مزكوم، ما يشم لا القبيحة ولا الحسنة، لكن كيبقى مريض اللحظة. وهذه يعني أنا نعرفها في نفسي وأنتم تعرفوها في نفسكم، اللحظة اللي يعني وأنت راك مريض بالزكام، اللحظة اللي كيبدأ يجيك إحساس أنك شميت شي رائحة من الطعام أو الشراب، كتكون علامة عندك على أنك بدأت تشفى. غير نبدأ نشم الريحة ديال شي حاجة مزيانة أو غيرها صافي كنقول لا بأس، الروح بدا يخرج. فإذا علامة خروج المرض الذوق، صرت لأن الشم ذوق، الشم ذوق معنى من المعاني. فإذا صارت العافية تعود إلى البدن، ولذلك اللحظة التي أشعر فيها بأن يعني صرت أستقذر هذا الباطل فتلك علامة الشفاء. وسأعطيك المثل بأمرين اجتماعي. يعني واحد يعني انقطع عن التدخين، مدخن وحاول ينقطع دار جهده، وأنا نعرف تجارب عجيبة عند بعض الناس. فهو يعني اللحظة اللي باقي يشم فيها رائحة الدخان ويستحليه واخا ما كيكنيش، ولكن كيشمو عند واحد آخر وكيعجبو، راه باقي مريض. ورأيت مرة مثلا عجبا عند بعض الناس من العوام، يعني هي طريفة من الطرائف، يعني نكتة لكن كتدل على مثل واقعي. يعني هو في رمضان هو مبلي عافانا الله وإياكم بالتدخين، وفي رمضان درك واحد الفوج ديال السياح كيدخنوا وبقى تبعهم لأنه كيشم الريحة.
فهذا يدل على أنه مريض حتى النخاع مسكين، عافانا الله وإياكم. لكن اللحظة، وهذا يحصل الحمد لله كثير من المؤمنين يحصل لهم، اللحظة اللي هو كان مدخن مدمن وبعد أن ينقطع برئ حقا، ايش العلامة ديال البرء ديالو الشفاء؟ أنه ملي يشم الرائحة ديال القروب كيدوخ، ما كيبقاش عاجبه الحال. والناس كثار حدثوني بهذا الأمر لما يصلي في الصف وكيكون واحد من الجهلة مع الأسف الشديد دخن على برا ودخل الصف، وهذا من المنكرات، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليك الدخول بالرائحة ديال الثوم، فما بالك بهذه الرائحة التي هي أكره وأفظع. فيعني واحد المؤمن يعني كان مدخين، ومن بعد ما بدا يصلي وانقطع التدخين يشم رائحة الدخان إلى جواره كالضيق به الأرض، صافي ما قدرش حتى يكمل الصلاة مع أنه كان مدخن، ويستغفر الله في ذيك اللحظة يقول كم كنت يعني أسبب من الأذى لكثير من الناس حينما كنت أدخن. شنو التحول اللي حصل له؟ كان من قبل يستحلي الدخان ورائحته، وصار الآن يستقبحه، باغي يعني يجد الغثيان، يبغي يرد الجوف ديالو، يجد الغثيان من رائحة الدخان، وهو الذي كان يدخن. إذا تذوق، وهذا هو العلامة، تذوق هذا الفاسد وهذه الخطيئة انقلب عنده من الاستحسان إلى الاستقباح، كان كيستحسنها ولا كيستقبحها. فرق بين واحد منقطع عن التدخين ومازال كيشم رائحة الدخان ويعجبه ذلك، وشخص يعني انقطع عن التدخين ويكره أن يشمه كما يكره أي خبيثة من الخبائث. هذه علامة البرء فعلا. فكذلك العبد حينما يدخل في دورة روحية قوية عالية بإذن الله إن كان صادقا ومخلصا تحول أذواقه من العلة إلى العافية ومن المرض إلى الشفاء، ويستيقظ من جديد، تنبعث في الروح، فإذا به يعني يتفكر ويتذكر الزنا وقد كان من الزنات، فيجد في قلبه ألما وحسرة وندما شديدا جدا، ولا يجد أبدا أي شوق إلى ذلك، بل كلما تذكر أحوال الزنا إلا استقذر ذلك استقذارا. يجي الضيق لما يتذكر أحوال الزنا، يستقذر ذلك استقذارا. وإذا تذكر الخمر وقد كان سكينا من قبله استقذر الخمر ورائحتها وأهلها ومن يمشون في دربها. هذه علامة البرء الحقيقية، لأن حاسة الخير استيقظت فيه وخرج من علة قوله عليه الصلاة والسلام أصبح كالكوز مجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل صار يعرف المعروف وينكر المنكر. يعني ما معنى يعرف المعروف؟ يعني يذوق هذا المعروف، وينكر المنكر أي أنه يجده منكرا يدرك ذلك بذوقه وبقلبه ولا يستحليه. الفائدة الكبرى لرمضان أنها تتيح للعبد هذا العلاج، هذا مستشفى لجميع بني آدم، وكل بني آدم أخطأ، ما كانش اللي يقول أنا لا أخطئ، كلنا نحتاج إلى هذا العلاج، كلنا في حاجة إلى الدواء، والعلل والأمراض عافانا الله وإياكم مختلفة مراتبها، كل واحد باش بالله الله سبحانه وتعالى. فلهذا إذن نحن في حاجة إلى الاستفادة من هذه المقاصد العظيمة وإلى استغلال هذه العشر الأواخر أيما استغلال، لأنها قمة العلاج. هذا ذاك اللي كيعطيه الطبيب الوصفة من الدواء على مراحل، والمرحلة الحاسمة ينقطع عن الدواء. كثيرا ما يحصل تقهقر، يعني كيرجع الوضعية أسوأ مما كان عليه من قبل. ولهذا إكمال الوصفة بعزيمة قوية إلى آخر اللحظة هو من عزائم الصوم. ولهذا تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلت العشر الأواخر انقطع عن كل شيء بما في ذلك النساء. ولذلك فسر بعضهم شد مئزره، أي أنه انقطع عن الجماع، رغم أنه بنص القرآن مباح ليالي رمضان، مباح ليالي رمضان. علم الله أنكم كنتم تختانوا أنفسكم فتاب عليكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم بالنص الواضح. لكن في العشر الأواخر، وليس حراما في العشر الأواخر، ليس حراما، ولكن هذه يعني عزيمة عالية، هذا من الورع، والورع زيادة في الخير، وخير دينكم الورع. هذا فقط مثل سقته لبيان يعني الحالة التأهب القصوى التي كان يمارسها سيدنا محمد في العشر الأواخر بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. فهذا إن هي إلا عشرون. العبد إذا فعلا قصد أن يدخل فيها بنفسية عالية من العمل والإيمان، فبإذن الله والله إن شاء الله لا يخرجن منها على أعلى ما يكون الإيمان وعلى أقوى ما يكون الإيقان. وأنا إذن حتى ولو انقطع الصيام، لأن بعد رمضان ما كاين وجوب من الصيام، وإنما يدخل في الأيام العادية بإذن الله يجد عزيمة قوية على ترك ما ابتلي به من قبل رمضان، وما يبقاش بحال هذيك الحالة الذين ينقطعون عن الخمر يعني خلال رمضان ويعودون إليه ليلة العيد مع الأسف الشديد. فالعبد إذا صام حقيقة، بمعنى انقطع حقيقة،
فإنه بإذن الله عز وجل الدواء ديال رب العالمين كافي شافي. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عزائم الطاعات، اللهم ارزقنا عزائم الطاعات، اللهم ارزقنا عزائم الطاعات، وقوي اللهم أبداننا على العبادات. اللهم اجعلنا من أهل الأوقات والصلوات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب